إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أخواتي؟ إن شاء الله الجميع بألف خير يا رب. رمضان مبارك وإن شاء الله صيام مقبول وإفطار شهي. اليوم طبختنا سهلة وبسيطة وفوائدها كتيرة وخفيفة على المعدة، اللي هي الصبانغ. هلأ هذا وقتها، طيبة كتير وبتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم بهي الطريقة اللي هي الصبانغ بالزيت. وقبل ما نبلش مثل العادة خلونا نصلي على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونسمي بالله ونبلش. عندي 1.5 كيلو من الصبانغ، ما شاء الله بياخدوا العائل نضاف وما بياخدوا وقت معنا بالتنقاية. هلا بنقيهم مثل ما شايفين، ورح أشيل الراس بس وأقطع. رح أقطع تقطيع خشن. هلا بالنسبة لغسيل الصبانغ فيكن تغسلوه قبل التقطيع، طبعا بعد ما يتنقى، بس أنا بقطعه وبعدها بغسله. هلا بعد ما قطعته وخلصت رح انقعه بالمي، رح اضيف عليه معلقة ملح ومعلقة خل، رح انقعهم 10 دقايق تقريبا، وبعدها بغسلهم كتير منيح ورح احطهم على المصفاية لحتى تصفي المي كلياتها. وهلا هون رح اجهز عندي البصل. عندي بصل اخضر وبصلتين يابسين، رح اقطع البصلتين اليابسين جوانح مشان قليهم. وهلأ بالطنجرة على الغاز بدي هبل الصبانغ. في ناس بتقلها تفوير عليهم، هلأ هاي المرحلة بس لنتخلص من كمية المي اللي بتنزل من الصبانغ. هلأ طبعا بحط شوي شوي، بقلبهم تقليبتين هيك خفاف، بس دبلوا عندي شوي رح اشيلهم على المصفاية، ورح نكمل لحتى تخلص الكمية كلياتها. هلا في ناس كتير بتقول انه هيك بهاي الطريقة راحت الفائدة تبعيتها. الفائدة تبعيتها مو بالمي اللي بدها تروح منها نتخلص منها، الفائدة كلياتها بقلب الصبانغ نفسها. وهاي المرحلة رح تخلي معنا الصبانغ بعد الطبخ لونها أخضر، ما رح يتغير أبدا. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله على لون هالصبانغ كيف بياخد العقل، وهاي كمية المي اللي طلعت. هلا رح اتركن على جنب لحتى تصفي المي كلياتها. هلا بالطنجرة على الغاز رح احط شوي من الزيت، بدي اقلي البصلة، رح اضل حرك البصل حتى تاخد هذا اللون. وهيك البصل صار جاهز عنا، رح اشيلهم على الصحن. وبنفس الطنجرة رح اضيف تقريبا فنجان من زيت الزيتون ونزل الصبانغ. رح فرفدهم هيك بهالطنجرة، ورح اضيف لهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل. رح اعمل لهم تقليبتين هيك خفاف واتركهم مدة 3 دقايق على نار وسط، يعني ما بياخدوا كتير وقت معنا بالطبخ، وطبعا بدون ما اغطي الطنجرة. شوفوا بسم الله ما شاء الله يعني طالعين نغم. وهلا هيك استوت معنا الصبانغ، رح اضيف عليها اخر اضافة معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة. اذا عندك كزبرة خضرة بتطلع لسه ألذ واطيب. ورح اضيف عليهم 3 اسنان من الثوم المهروس واعمل لهم تقليبتين. وهيك طبختنا جهزت. رح اسكبها وعلى وشها البصل المقلي وجنبها الليمون والبصل الأخضر، وإن شاء الله ريته ألف صحة وهنا، ويا رب صيام مقبول وإفطار شهي. لا تنسونا من الدعاء حبايب قلبي، وشكرا كتير لكم ولمتابعتكم الحلوة، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والمتابعة والمشاركة للفيديو لحتى يصل لعدد أكبر. وهيك كانت طبختنا لليوم، إن شاء الله ألف صحة وهنا، وشكرا كتير لكم ولمتابعتكم الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.